المرحلة الجامعية هي أسهل فترة هتمر عليكم. بمجرد ما تخلصوا الثانوي انتوا كده خلصتوا كل الصعب اللي في حياتكم، اللي جاي كله هيكون سهل وتافه جدا. بعدين دي ايه يعني؟ دي كلية هتذاكروا بس آخر السنة، وطول السنة هتلعبوا وتهزروا براحتكم. أي حد هيجي يقولك كده همسكه شبشبه. لان انا كنت مفكره ان ده حقيقي بجد وان ده اللي بيحصل، ولكن لما جربت بنفسي لقيت ان مش ده اللي بيحصل. يعني بيفضلوا يقولوا لنا خلصوا الاعدادي وبعدها هترتاحوا، خلصوا الثانوي اهم مرحله في حياتكم وبعدها هترتاحوا، ولكن لحظه ادراك ان احنا دخلنا الكليه ولسه ما ارتحناش يا جماعه. حاسه ان انا انفعلت زياده يا جماعه، ولكن اللي بيسال انا مين، فانا ريمويلا وطالعه احكي للسكاكر بتوعي ايه اللي بيحصل فيا في المرحله الجامعيه. مبدئيا كده اللي اتقال اول الفيديو ده مش بيحصل خالص، يعني مفيش بقى نلعب طول السنه ونذاكر اخر السنه بس. امال ايه بقى اللي بيحصل؟ بصوا هتكلم عن نفسي. انا بصراحه كنت فرحانه جدا جدا وانا بقى خلاص بقى يا جماعه داخله كليه طالبه جامعيه شخص كبير جدا، ولكن فرحتي ما كملتش. واي نعم فيها جوانب مشرقه حلوه ايجابيه وجوانب تانية اهم سيئة نوعا ما. يعني مثلا هقول لكم أول حاجة، أنا واحدة بتعب من السفر وبدوخ منه ومن المشاوير الطويلة كمان. يعني كان آخر كده مشوار 5 دقايق بين المشوار وبيتنا، فتخيلوا إن أنا مضطرة في اليوم الواحد أسافر ساعة ونص عشان أوصل للجامعة وأرجع في ساعة ونص تاني لمدة 3 أيام في الأسبوع. فأنا مش عايزة أقول لكم الموضوع بالنسبة لي متعب جدا 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 إزاي، لأن أنا واحدة بدوخ بجد، أنا ببقى دايخة من النوم هناك في الجامعة. حرفيا آخر محاضرة دي أنا ببقى قاعده فيها مهيسه، وكمان ساعات ما بحضرهاش لاني خلاص انا ببقى دايخه، هو دي قدرتي. ولما اروح بقى محتاجه اخد لي كده، انا محتاجه ارتاح اليوم اللي بعده، افضل طول اليوم اللي بعده نايمه، انا خلاص ما عادش قادره. ولكن بيجي لي لحظه ادراك ان اليوم اللي بعده عندي جامعه تاني، ولف بينا بقى يا دنيا، لف بينا يا دنيا، دوخينا يا دنيا. انا مش بأفور يا جماعه، بس انا بجد بعاني جدا في الحوار ده. غير بقى ان انت بتنتقل من سيستم معين اللي انت متعود عليه في مرحله الثانوي لسيستم تاني خالص 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 عكسه في الجامعه. حرفيا كل حاجه حتى المصطلحات بتتغير. ما ينفعش تروح تقول للدكتور يا استاذ، دي جريمه يحكم عليها في القانون. وكما يقال ان اصعب سنه او بالتحديد ترم هو الترم الأول في المرحلة الجامعية. ليه؟ لأن أنت بتتعرض لحاجات كتير جديدة، فعمل ما تتعود عليها هتعدي الجزء الصعب. بالنسبة بقى للمذاكرة، بص يا سكاكر الحلوين هقول لكم، أنتوا كيف ابتدائي في ثانوي في إعدادي المستر أو المس بتاعتكم عاملين لكم مذكرة أو كتاب تذاكروا منه، والحاجات اللي انتوا بتذاكروا منها معروفة. ولكن احنا في الجامعة بقى حرفيا الكتاب بتاع الدكتور ده فيه كمية دش، يعني تلاقي مكتوب عن الحاجة الواحدة بس 20 صفحة ودش كتير جدا. فانتم لازم بقى في المحاضرة تكتبوا اي حاجة بتقولها الدكتور، ولما تروحوا البيت تبيضوها علشان تعرفوا تذاكروا، يعني بتعملوا كملخص ليكم انتم بنفسكم. بالنسبة للامتحانات اللي قال لكم بقى هتذاكروا وتمتحنوا بس اخر السنة، ده بيضحك عليكم، لان انا كواحدة بقالي شهرين بقى في الكلية وكده مفيش يوم بيعدي من غير كويزات، غير اول محاضرة بس هي اللي عدت من غير كويز. كل محاضرة كويز، او الدكتور يطلب مننا اسايمنت ولازم نسلمه، او في بروجكت ولازم نعمله، او في بريزنتيشن لازم نحضر ليها. فكل الحاجات الكتيرة الكركبوشية دي احنا ملزمين بيها طول السنة. ألا تكونوا فاكرين ان انا بعقدكم ولا حاجة، لا 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 تفهم بقكم يا سكاكر، لا لا خالص. انا بس بحاول ابرر الغياب اللي انا غبته ده كله. انا عارفه ان انا غايبه كتير جدا عنكم، يعني انا فضلت معاكم شهرين بقى وبنزل كل يوم بقى كده، وغبت شهر كده، والشهر ده بس عشان كان فيه 100 ترم، فانا كنت مضطره، وكان فيه كمان حاجات تانية حصلت معايا ده خلاني اغيب. ولكن انا باذن الله يعني مش ناويه اغيب تاني كده، وهرجع انزل تاني ليكم يا سكاكر الحلوين، طبعا ما عدا الايام اللي فيها الكليه. الصراحه كده انا مجمعه لكم شويه مواقف حضرتهم، فانا لازم اقولهم بقى كده، الحاجات اللي بشوفها في الكليه دي والجامعه لا لازم اقولها لكم، فهعمل لكم فيديو تاني عشان الفيديو ده ما يطولش. وانتم مش واخدين بالكم من حاجه، ايه رايكم في التعديلات اللي حصلت في الشخصيه؟ حلو ولا لا؟ حلو ولا لا؟ انا حبيت اغير حاجه، انا مش عارف، انا جيت كده اصور لا حاسه عايزه اغير حاجه بجد. فتنسوش تقولوا لي رايكم، وعايزه اقول ان انتوا وحشتوني جدا 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 بجد يا سكاكر، ما تنسوش تعملوا لايك وفولو القناه علشان يوصلكم كل جديد. وباي باي يا سكاكر الحلوين، ومش هغيب عليكم تاني.